يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسيش لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدأ بينا الفيديو بتاعنا. طبعا خلاص احنا دلوقتي المدارس ابتدت وكل حاجة يعني رجعت لطبيعتها. يعني ابتدينا نصحى، نقوم بدري وننام بدري، فكل حاجة ابتدت ترجع لطبيعتها. يعني اللي هو نبقى بني آدمين طبيعيين، يعني نقوم بدري وننام بدري، والحياة بقت أحسن من الأجازة، لأن الأجازة كلها سهر وكلها تعب وكلها قرف. بتقومي الصبح جسمك مكسر من السهر، وبتقومي متأخر، وما بنفطرش في ميعادنا وما بنتغداش في ميعادنا، وكل حاجة ملخبطة كده. اما المدارس بقى بيبقى فيه يعني انضباط شوية، وبيبقى فيه يعني الواحد بيبقى احسن. انا بحس ان انا في المدارس، ايام المدارس احسن بكتير من ايام الاجازة. فصحيت الصبح كده، عملت فنجان قهوة. طبعا مشيت العيال راحوا المدرسة، و صورت كده زي ما انتم شايفين المقطع اللي هو في الاول، كان لسه الشمس بتطلع كده. آه، كان المنظر شكله جميل، يعني مع الخضرة بقى والزرع، المنظر شكله حلو حلو يعني. فالمهم خلاص العيال راحت المدرسة وفطرتهم. طبعا كنت عايزة اصور معاكم، بس والله للأسف انا اصلا كل حاجة بعملها لهم وانا قاعدة، عشان خاطر زي ما انتوا عارفين انا عندي رجلي فيها تمزق اربطة وقاعدة اساسا. المفروض يعني انا بقوم كده ايه، ما بدوسش على رجلي يعني، فصعب ان انا اصور وانا واقفة. ان شاء الله اصور لكم ان شاء الله لانش بوكس والحاجات دي، بس ان شاء الله الدنيا تمشي كده معايا، وهصور لكم حاجات كتير حلوة بإذن الله. اللهم صل على النبي. هنا بقى كنت جايبة بلح، وكنت حاطاه كده في صينية علشان يرطب، علشان اشيله في الفريزر. يعني ما بيبقاش مرطب قوي، بيبقى نص ونص كده، فاهمين؟ اللي هو يعني يا دوبك كده البلحية، لا هي مرطبة قوي ولا هي حمرة، تبقى نص ونص كده. بشيلها بقى وبحطها في اكياس كده وفي الفريزر. طبعا هو بيكمل بقى في الفريزر، يعني بيرطب بقى، بيكمل يعني يكمل الرطب بتاعه في الفريزر، فاهميني؟ فاللهم صل على النبي. شلت منه اللي انا شلته. انا الاول غسلت كده شويه، قلت اكل شويه بلح كده على الصبح بيبقى طعمه حلو. طبعا البلح انتوا عارفين مفيد الصبح كده اول ما نقوم من النوم. ف الاول زي ما انتوا شفتوا عملت القهوه وشربتها، و اللهم صل على النبي، كلت بلحتين كده، ما كانش ليا نفسي اساسا للاكل. كلت بلحتين كده، وقلت اغسل شويه المواعين، اشطب بقى الحوض، لان الحوض كان يعني انا ما بكتر، يعني ما بسيبش مواعين كتير تكتر عليا في الحوض، علشان ما اقفش كتير، فاهميني؟ يعني اول باول كده. وطبعا بنتي ساعات بتغسلهم، بس انتوا عارفين يعني طفلة في 5 ابتدائي، اكيد يعني مش هتبقى يعني غسيل المواعين بتاعها حلو، يعني مش احسن حاجة يعني، بس على قدها برضه يعني كتر خيرها. بس انا قلت اغسل بقى شوية المواعين علشان الدنيا ما تتكركبش فوق دماغي. كفاية الكركبة اللي هي، بصوا، كركبة الاوض بقى والتنظيف والحاجات دي كلها. هما يعني عيالي بيعملوا على قدهم برضو، بس غيري طبعا. ان شاء الله يعني الدنيا تتظبط معايا كده، وفترة وتعدي. يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها، فترة وتعدي ونرجع تاني لروتيناتنا وصحتنا. يعني ربنا يدينا ويديكوا الصحة. بس غسلت كده اهو شوية الاطباق، هما كانوا اساسا يعني اطباق الفطار، مكان مع العيال كانوا بيفطروا، وجوزي طبعا قبل ما يروح الشغل وكده. مش مستاهلين يعني، انا ما بسيبش مواعين والله، وخصوصا في الوقت اللي انا فيه ده ما بسيبش حاجة. يعني اول باول لو لقيت معلقة بغسلها، علشان الدنيا ما تتكومش فوق دماغي. والحمد لله فترة وتعدي. طبعا انتوا اكيد بقى هتقولوا منين بتقولي ما بتصوريش وانتي واقفة، ومنين بتغسلي المواعين؟ طبعا هو كان غصب عني يعني. بتفرق لما مثلا انا اعمل اكل، والاكل ده بيحتاج ان اشيل ستاند من هنا لهنا، واغير آه، اماكن التصوير، فاهمني؟ يعني اشيل من هنا واحط هنا واعمل مش عارف ايه. لكن انا دلوقتي بغسل مواعين، فالستاند في مكانه وانا برضو في مكاني، فاهمني؟ مش هفضل رايحة جاية مثلا.
على عكس ما بطبخ طبخه، يعني ما بطبخ طبخه ماشي الستاند هيبقى عند البوتاجاز، بس مش عارفه انا، بس مش عارفه اوصفها لكم ازاي. بس اللي بيصور عارف، يعني اي حد بيصور عارف انا بقول ايه. المهم ندخل بقى على البوتاجاز. البوتاجاز زي ما انتم شايفين كان بصراحه ما يعلم بالله ربنا، بس غصب عني والله اقسم بالله غصب عني انا ما بسيبش البوتاجاز كده خالص. طبعا عشان اظبط يعني انضفه واظبطه مش هيكون احسن حاجه برضو، بس عشان على قد ما بقدر. ماشي. جبت بقى اللهلوبه. اللهلوبه دي بسم الله ما شاء الله بقى عسل كده، عارفين انتوا اللي هي حاجه عسل، يعني حاجه حلوه حلوه، ولا تقولي لي صابون مواعين ولا اي حاجه خالص، يعني حلوه خالص. لما بعوز انضف حاجه وانضفها كده بضمير بجيب اللهلوبه. ما بستخدمهاش كتير في غسيل اي حاجه، لا هو بس غسيل البوتاجاز، غسيل الحوض. طبعا الحوض انا ايدي فيه دايما باستمرار علشان برضو ما اوصلش لمراحل وحشه معايا. اللي بقى اللي مضايقني خالص الحوامل بتاعه البوتاجاز. عايزه ان شاء الله ان شاء الله كده في خلطه باذن الله هعملها لها، او هعملها لهم للحوامل يعني. ان شاء الله باذن الله، بس يعني اخف بس شويه كده، وانا هعمل خلطه باذن الله كده للحوامل بتاعه البوتاجاز. علشان انا بصوا اتخنقت. في ناس قالوا لي احرقيهم، بس عشان احرقهم فين يعني؟ عايزين يتحرقوا، هحرقهم فين؟ فهي ان شاء الله خلطه هعملها لهم وهنقعهم فيها. لان بصراحه الحوامل عندي يعني انا بقعد اجيب سكينه كده وبكحت فيها كده بالسكينه، بس برضو لا مش نافع خالص يعني. الزوايا بيبقى فيها دهون بقى، عارفين انتوا الزوايا دي بتبقى صعب، الدهون بتبقى ماسكه فيها جامد يعني. فلا انا عايزه فعلا خلطه حلوه يعني. فكرت اجيب ميه نار، بس مش عارفه يعني هتبقى وضعها ايه، انا مش عارفه بصراحه يعني. بس هجرب ان شاء الله في خلطة كده شفتها، فهجربها ان شاء الله وهجربها معاكم. يعني لما هعمل الخلطة هعملها معاكم وهجرب الخلطة معاكم ان شاء الله، واشوف لو حلوة هعتمدها بقى واعملها على طول وخلاص كده. لو طبعا مش قد كده خلاص بقى يعني هنشوف غيره، يعني في حاجة تانية برضو ممكن اشوفها، او اجرب ميه النار. يعني اشوف برضو الدنيا هتبقى عامله ازاي في ميه النار. المهم الحوامل دي مهم جدا اساسا تبقى نظيفه نظيفه نظيفه. آه طبعا انتوا بتشوفوني وانا بصور، يعني ما بتبقاش برضو احسن حاجه. هي مش اللي هي ضايعه خالص يعني، لا هي فيها دهون، وانا مش عايزه يبقى فيها دهون خالص، انا عايزاها تبقى نظيفه يعني، ولا اساسا يبقى فيها دهون بسيطه حتى.